السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في قناتي نفوس هادئة. النهاردة هنتكلم في الفيديو عن إزاي نغير روتين حياتك وتبدأي من جديد. هل حسيتي قبل كده إن الأيام بتعدي شبه بعضها؟ كل يوم نفس الروتين، نفس التعب، نفس الإحساس بالملل. انت ممكن ما تكونيش تعبانة من الحياة نفسها، لكنك تعبانة من التكرار. تغيير الروتين مش رفاهية، تغيير الروتين ده ضرورة عشان نفسيتك وعشان تقدري تعيشي ويكون عندك طاقة أحسن. الأهم من ده إن مش معنى إنك تغيري روتين حياتك إنك تعملي انقلاب كبير في حياتك كلها. التغيير الحقيقي بيبدأ بخطوة صغيرة. الملل مش إنك ضعيفة ولا ضعف، الملل عبارة عن رسالة بتوجه لنفسك بتقولك إنك محتاجة حاجة جديدة. مش معنى إنك زهقانة النهاردة إنك فاشلة أو حياتك كلها وحشة وواقفة، لكن معناه إن نفسك عايزة تتنفس، عايزة تتغير، نفسيتك عايزة حاجة تبسطها. فأول خطوة من تغيير الروتين ده إنك ما تحاربيش إحساس الملل وتبدأي تسمعي لأفكارك وتسمعي لنفسك. الغلط الكبير اللي دايما بنقع فيه أو اللي انت بتقعي فيه إنك بتقولي لنفسك أنا عايزة أغير حياتي كلها بالكامل، والجملة دي بتخلينا ما نقدرش نعمل حاجة في حياتنا ولا نتغير. الأفضل والأحسن إني أسأل نفسي بهدوء، المشكلة فين؟ أو إيه اللي بيخليني أحس بالملل؟ هل المشكلة في وقتي إن هو بيضيع من غير ما أستفيد بيه وأشعر إن في حاجة جديدة بتحصل فيه؟ ولا المشكلة في طاقتي أنا إني مش قادرة أعمل شيء؟ ولا هل المشكلة في علاقتي بنفسي وإهمالي لنفسي؟ هنختار حاجة واحدة بس، نختار جزئية واحدة، ولتكن روتين النوم عندك أو الأكل أو علاقتك بنفسك أو تفكيرك أو يومك حتى. اعرفي إن التغيير الكبير بيبدأ من جزئية صغيرة. حياتك عبارة عن أيام، ولو عايزة تغيري حياتك كلها غيري شكل يومك. يعني مثلا تصحي بدري نص ساعة أو تمشي 10 دقايق كل يوم. خصصي وقت لنفسك في اليوم حتى لو ربع ساعة. مش مطلوب منك الكمال، انت مطلوب منك انك تستمري، ومش لازم تسافري او تصرفي فلوس كتير ولا تعملي تغيرات كبيرة عشان تتخلصي من الملل ومن الروتين. في حاجات بسيطة ممكن تعمليها تشعرك بالاختلاف وانك بدأتي تغيري الملل، زي طريق مختلف امشي فيه. بدل ما تمشي في طريق كل يوم هو غيري طريق المشي. ترتيب غرفتك بشكل مختلف. أكل جديد. اقري حتى لو صفحة واحدة في اليوم. اكتبي أفكارك قبل النوم أو اكتبي مذكراتك. وما تنسيش طبعا الورد اليومي بتاعك، اشكري ربنا، اقري قرآن، استغفري كتير. الحاجات الصغيرة دي بتنعش العقل وبتديكي إحساس إن حياتك بتتحرك وبتتغير ومش ثابتة على وتيرة واحدة. روتين حياتك مش أفعال بس، مش الأفعال اللي بتعمليها كل يوم زي بعضها، لكن الروتين بيكون كلام داخلي جواكي بيتكرر كمان. إن كل يوم بتقولي لنفسك أنا تعبانة، مفيش فايدة، أنا مقصرة، أنا متأخرة. كل ده هيحسسك بالملل الداخلي، وده روتين نفسي مرهق جدا عشانك. لكن بدليه بكلام إيجابي، زي أنا بحاول وبعمل اللي عليا والباقي على ربنا. قولي لنفسك خطوة صغيرة النهاردة كفاية بس أشعر إن أنا اتغيرت. قولي لنفسك
كل يوم ربنا بيديني فرصة جديدة عشان أتغير. الكلام اللي بتقوليه لنفسك ده هيخلق جواكي إحساس، والإحساس الجميل الإيجابي هو اللي بيصنع يومك. من المهم إنك تعملي روتين لحياتك مرن يناسب ظروفك، لأن كل شخص بيختلف ظروفه عن الآخر. روتين يناسب طاقتك وقوتك الجسدية. اعملي روتين يناسب حياتك انت، حتى لو عادة واحدة في اليوم تكون ثابتة وتغيريها بطريقة بسيطة. النجاح وتغيير الملل والروتين مش في عدد العادات اللي انت عايزة تغيريها. النجاح دايما في الالتزام اللي انت تقدري عليه وتقدري تعمليه. ولازم تكوني متأكدة وعارفة وانت بتغيري روتين حياتك ان هيجي عليكي يوم هتكسلي، يوم هتغلطي، او حتى هتفشلي في يوم. كل ده شيء طبيعي. لكن الفرق بين اللي تغير حياتها واللي فضلت مكانها ان اللي غيرت حياتها ما وقفتش، كملت رغم ان هي فشلت وكسلت وتعبت. لكن اللي فضلت مكانها استسلمت وما كملتش. واعرفي ان اللحظة اللي هتعدل مزاجك وهتغير من روتينك الداخلي السيء هي انك تاخدي لحظة وسط ضغوطات اليوم، وسط ضغوط الحياة. اللحظة دي اسمها لحظة هدوء أو لحظة قعدة مع النفس. بتقعدي مع نفسك وبتسألي نفسك أنا محتاجة إيه النهاردة. تغيير الروتين مش إنك تبقي شخصية تانية أو شخص تاني، لأ، تغيير الروتين إنك ترجعي لنفسك واعملي على تغيير روتينك الداخلي بطريقة أسرع. يعني غيري من طريقة تفكيرك، غيري من طريقة تعاملك مع نفسك ومن طريقة نظرك لليوم. لأن لو فضلتي بنفس العقلية أي تغيير خارجي مش هيبان، طالما تغيير نفسيتك الداخلية زي ما هي ونفس الملل ونفس الروتين اللي هي عايشة فيه. روتين حياتك مش سجن، لا، انتي اللي ماسكاه بإيدك وانتي اللي بتتحكمي فيه. غيري لكن بهدوء وبحب ومن غير ما تجلدي نفسك وتضغطي على نفسك. خليكي فاكرة دايما الحياة مش محتاجة سرعة، الحياة محتاجة وعي ونفس طويل. مش لازم تبدأي بكرة، ابدأي الوقت بحاجة صغيرة، لكن ابدأيها بصدق وبحب. وخليكي فاكرة التغيير مش سباق، التغيير رحلة. أهم خطوة فيها إنك تبدأي وتفضلي مستمرة. اختاري نفسك واختاري هدوءك. اختاري إن يومك يكون خفيف على قلبك، وما تستنيش الظروف تتغير ولا الناس اللي حواليكي تتغير. ابدأي انتي حتى لو بخطوة صغيرة. ممكن الطريق يكون طويل وممكن تتعبي، لكن كل خطوة هتاخديها بوعي هتقربك أكتر من نفسك. خليكي عارفة كويس إن أجمل روتين ممكن تعيشيه هو روتين يخليكي تحبي الحياة وتحبي نفسك من غير ضغط ومن غير مقارنة بحد ومن غير قسوة. ابدأي النهاردة، مش لأنك مضطرة، لكن لأنك تستحقي تعيشي أحسن. ولو الفيديو عجبك ما تنسيش تشتركي في القناة فضلا وليس أمرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.